في إطار عملية التحضير للإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إنجازه في شتنبر 2024، نظمت المندوبية السامية للتخطيط ندوة صحفية قدمت من خلالها الإطار المؤسساتي لانتقاء وتكوين وتعيين الموارد البشرية المكلفة بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى الأربعاء 7 فبراير الجاري بالرباط. هذاك الجهاز البشري اللي غادي يتم اللي غادي يقوم بالعمليه الميدانيه خصو يكون ملم بالمصطلحات وبالمفاهيم اللي موجوده في الاستمارات، وكذلك مختلف الاسئله اللي موجوده في الاستمارات باش يكون التفاهم ديالو واضح ما بينه وما بين الاسر اللي غادي يمشي يستنتقي. وبالتالي القضيه ديال من بعد الخرائط، القضيه الثانيه الاهم لذات الاهميه المركزيه هي التكوين. كما تم إطلاق البوابة الإلكترونية المخصصة للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، والتي ستشكل فضاء مؤسساتيا للتفاعل بطريقة مباشرة مع الراغبين في الاطلاع على المزيد من المعلومات والمعطيات حول عملية الإحصاء. وستمكن هذه البوابة من الولوج إلى روابط منصتي انتقاء وتكوين الموارد البشرية المكلفة بإنجاز هذه العملية الوطنية. أولا تسجيل عبر هذه المنصة اللي غتنطلق اليوم 7 فبراير إلى غاية 27. ثانيا غيتم انتقاء حوالي 200 ألف منهم اللي غيتابعوا حصص تكوينيه عن بعد. اذا غيدوزوا المرحله الثالثه اللي هي ديال التكوين عن بعد اللي غيستمر، عطينا واحد الحيز الزمني ديال 3 أشهر انطلاقا من مارس حتى الماي. بعد ذلك عن اللي كملوا هذه الحصص ديال التكوين عن بعد غيتم الاستدعاء ديالهم من اجل واحد المقابلات انتقائيه، هذه المره غتكون على صعيد الاقاليم وبصفه حضوريه لانتقاء 55,000. هاد 55,000 هما اللي غيتكلفوا بالانجاز ديال الاحصاء. وشكل هذا اللقاء الذي عقد برئاسه السيد المندوب السامي للتخطيط شكل مناسبة سانحة لتقديم الصيغ المعتمدة حضوريا وعن بعد لانتقاء وتكوين وتعيين الباحثين والمراقبين والمشرفين المكلفين بتجميع المعطيات لدى الأسر وفقا لمسلسل الرقمنة الذي تنهجه المندوبية السامية في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.